السلام عليكم أخواتي الغاليات متربصاتنا العزيزات، أهلا بكم في هذا اليوم. الآن سوف نتكلم عن الماكينة الصناعية، يعني أي نوع تقريبا راح يكونوا كامل كيف مفهوم. الآن راح نتكلم عن بعض المكونات تاع هذه الماكينة. شوفوا معايا في هذه الماكينة يا أخواتي، هنا ما نستعملوش الخيط الصغير، هذاك الخيط يعني اللي نخيطوا محاول صغار اللي يكونوا صغار، راح نستعملوا الخيوط الكبيرة، يعني راح تكون هذه الخيوط أو هذه الخيوط. هذا راه الضعف تاعها راه واضح. علاش؟ باش نتفاداو تقطع الخيط، لانه اذا استعملنا الخيط الصغير هذاك تاع الماكينه الصغيره، لو كان نروحو نستعملوه راح يتقطعنا في الخيط، مفهوم. لذلك هنا راح نستعملو الخيط هذا، راح يكون امتن من الخيط العادي اللي راح نخيطو به ولا نرقعو به. الان راح نشوفوا طريقه تركيب الخيط. كما يعني نعرفوا انه في الماكينه الصغيره، يعني الماكينه المنزليه، فيها راح تلقاو هنا ارقام طريقه تركيب الخيط، ولكن في الماكينه هذه ما فيهاش يعني طريقه تركيب الخيط. لذلك هنا راح نوريه لكم. اول يعني راح نبداو نركبوا الخيط تاعنا. راح ندخل الخيط هنايا، نرجعوها، من بعد نروحوا هنايا هكذا، من بعد نروحوا نركبوا الطونسيون الاولى، ندوزو على هذه دقيقه. من بعد نجوزو على الطونسيون هذه الكبيره. من بعد شوفوا معايا هنايا كي تجوزوا على هذا المكان، راح شوفوا هنا راح ندخلوا بين هذه الصفيحتين، بين الصفيحتين هذو لازم، لانه اذا دخلتوها من تحت وكانه ما جوزناهاش على الطونسيون تاعنا. شوفوا معايا هنا في الطونسيون تاعنا، سمعوا هذا الصوت، شفتوا الصوت خفيف لما يجوز الخيط على هذه. راح نخليوه يجوز، من بعد راح نكملوا من هنا دقيقه هنايا. من بعد شوفوا معايا في الماكينات كامل فيهم هذه هنايا، اذا ما جوزتيش هنايا الخيط ماهيش حتخيط لك، ماهيش حتظفر لنا الخيط مع بعض. هكذا نزيدو نجوزو على هذه وهنايا، ثم نقوم بتركيبها في الابره تاعنا. في الماكينه الكبيره راح تكون هكذا شويه مايله، راح تكون هكذا، ولكن في الماكينه الصغيره راح يكون تركيب الخيط في الابره راح يكون هكذا. هنا رانا قمنا بتركيب الخيط. شوفوا معي اخواتي، هنا راح نجرب